زيادة على أجمل متابعين وإخوات في الدنيا. وجبتنا النهاردة اقتصادية وتابعوا الفيديو مش هتندم. قطعنا البتنجان زي ما انتم شايفين مكعبات صغيرة، هننزل عليه بنص معلقة من الملح ومعلقة نشا كبيرة، معلقة نشا كبيرة كده. نقلبه علشان تكون أكلة اقتصادية وعلى قد ايدينا. هننزل ب4 معالق من الزيت، دي المعلقة الرابعة. هننزل بجوانح البصل بسم الله. نتشوح الأول تشويحة حلوة. وبعد كده نزلنا بالمكعبات بتاعت البتنجان، يتقلب كله مع بعضه من 4 معالق زيت. وكمان النشا اللي احنا حطيناها في البتنجان في الاول بتمتص الزيت. وبعد كده فلفل الالوان، حطينا للبتنجان ملح. هنحط بقى البهارات بتاعته، شوية فلفل اسمر، شوية كمون، مهم نص معلقة الكزبرة الناشفة مهم جدا، وفص الثوم، معلقة من الدبس الرمان، وبعد كده معلقة خل كبيرة. وكده وصفتنا قربت تخلص، على نار هادية وتتغطى. ما اقولكوش الوصفة دي جميلة كده، وصفة سهلة هتتغطى وعلى نار هادية جدا. ومعانا تاني وصفة لوصفتنا النهاردة الاقتصادية. هننزل بشوية من الزيت، وبعد كده تش البصلة، بعد كده طشة الطماطم، وبعد كده دي تالت وصفة. هنعمل بتنجان مشوي بالطحينة البني. التوابل شوية ملح، فلفل وكمون، ومرق الدجاج، والسوائل شوية كده من المية المغلية، مكعبات البطاطس الصغيرة هنحطها كده، ونص كوباية من الرز المغسول المصري العادي. شوفوا بقى اسهل من كده مفيش. وجبة اقتصادية وعلى قد ايدينا. تتقطع فلفلة بابا غنوج بالطحينة السمراء بدال ما تبقى بالطحينة البيضة، بس مش هنحط عليه توم عشان احنا حاطينه في البتنجان اللي هو بالدبس الرمان فيه توم عشان ما تبقاش الاكله تقيله. هناخد معلقه كبيره من الطحينه، شويه ملح، فلفل اسمر صغنطاطين، كمون، معلقه خل، معلقه زيت. لازم يكون فيها الاكله دي لازم يكون فيها نسبه سوائل. تتهرس بقى مع بعض كده. واقولكوش النهارده وصفات جميله وبالنسبه لي حلوه قوي قوي، اجمل من اللحمه ومن الفراخ 1000 مره، مش 1000 مره، 3000 مره. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده وتشوفوا قد ايه وجبتنا الاقتصاديه كانت جميله وبالنسبه لي كانت حلوه جدا جدا. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. باي باي.